فيديوهين ورا بعض اهو مدلعكم اخر دلع، كتر الف خير والله. مش عارف اودي جمايلي فين. المهم كانت عنيفة شوية الضربة دي، الكاميرا اتهزت عشان انا مقدماتي دايما طويلة. انا عارف عندنا النهاردة موبايل غريب عجيب مريب، ولكن قبل ما نبدأ شكرا ليكم جدا على الدعم في الفيديو اللي فات. انزل دلوقتي دوس لايك، ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه لي تحت في التعليقات، ويلا نبدأ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك في فيديو جديد يا غالي. معانا النهارده الموبايل الحديده. تسمع عن ايرون مان؟ اهو ده ايرون فون، او للتصحيح هو الومنيوم مش حديد، ممكن نمشيها الومنيوم فون مثلا. ما علينا، عندنا النهارده مراجعه لموبايل الوان بلس نورد 4 اللي جايب ظهر واطار من الالومنيوم، وليه عليه 23 عيب، 23 حاجه ما عجبتنيش ومش هتعجبك لو فكرت تشتري الموبايل ده. ونبدا في السريع. هنبدا بالتصميم، وتصميم الموبايل هنا جايب الكامل من الالومنيوم، الظهر والاطار. الشاشه اكيد مش الومنيوم يعني. في الظهر عندك كاميرتين مرميين لوحدهم كده من غير اطار، من غير اي افتكاسات، برزم مش كبير قوي، وهنجيلهم كمان شويه لما نتكلم في جزئيه الكاميرات. وجنبهم في اقصى اليمين فلاش ليد ومستشعر الضوء بتاع السطوع التلقائي. والظهر بيجي بلونين، الجزء اللي فيه الكاميرات بيكون لامع وساده ودرجته مختلفه عن باقي ظهر الموبايل، والجزء اللي تحت بيكون مطفي وعلى حسب اللون، سواء الفضي او الاخضر او الاسود. اللون الفضي بس هو اللي بيكون متقلم كده وفيه خطوط، اما اللونين التانيين ففيهم لمعه بسيطه. وزي ما قلنا بيجي بثلاث الوان، اللون الاخضر والفضي والاسود، وشعار وان بلس في النص. الاطار من على اليمين عندك زرار الطاقه وزرار الصوت، من تحت عندك مدخل الشحن ودرج الشريحه والسماعات والمايك، وعلى الشمال زرار الصامت، ومن فوق السماعه الثانيه ومستشعر الاي ار بلاستر ومايك اضافي لعزل الضوضاء. والاطار مسطح وبيجي بسمك 8 مللي. وزن الموبايل 199.5 جرام، والموبايل محمي ضد رذاذ الميه والغبار بشهاده اي بي 65. الموبايل بيجي بشاشه كبيره مسطحه بحجم 6.74 بوصه من نوع فلويد اموليد وبدقه 1.5 كي. تردد الشاشه 120 هرتز مع دعمها ل 1 مليار لون. سطوع الشاشه 2150 شمعه، ولكن تحت اشعه الشمس المباشره. السطوع الفعلي حوالي 1100 شمعه. سطوع جاي تحت اشعه الشمس المباشره، والشاشه هتكون واضحه معاك مفيش اي مشاكل. وحواف الشاشه قليله جدا، اقل حاجه بسيطه من النورد 3 بتاع السنه اللي فاتت، لكنها اقل حاجه بسيطه خالص من النورد 3، مش هتلاحظ الفرق. وهتاخد تجربه ممتازه من الشاشه دي، شاشه بدقه عاليه والوان مشبعه، وهتاخد تجربه ممتازه سواء في مشاهده المحتوى او في الالعاب. والشاشه دعمت تقنيه ال HDR 10 بلس والاولويز اون ديسبلاي. عندك بصمه تحت الشاشه سريعه وما بتعلقش وما بتغلطش، ومكانها حلو، لا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي. بالنسبه للاداء فالموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 7 بلس جين 3، معالج 8 النواه بتردد بيوصل ل 2.8 جيجا هرتز وبدقه تصنيع 4 نانومتر، والمعالج الرسومي من نوع ادرينو 732. والمعالج ده موفر جدا في البطاريه، وهيديلك اداء ممتاز في الالعاب او في المهام اليوميه. واداء المعالج ده اعلى بفرق حلو عن الدايمنسيتي 9000 الموجود في النورد 3. وبابجي هنا بتشتغل على 90 فريم، مش متاكد اذا كان دعم ال 120 فريم رسمي ولا لا. وفي المهام اليوميه الموبايل هيديلك اداء فوق الممتاز. الموبايل محقق 1,400,000 نقطه على برنامج انتو سكور. ولو حسيت الموبايل بيسخن بزياده مع الاستخدام التقيل فما تقلقش، ده بسبب الظهر الالومنيوم، لانه بيوزع الحراره ويشتتها عن الاجزاء الداخليه اللي جوه الموبايل، فبتطلع في الظهر، فطبيعي انك هتحس بالحراره في ظهر الموبايل. واداء الموبايل هنا ياخد جيد جدا. الموبايل بيجي بمساحه 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 رام، او 256 جيجا مع 12 رام، او 512 مع 16 جيجا رام. الموبايل مش داعم لكارت الذاكره الخارجي، ولكن مساحه الموبايل كبيره ومش هتحتاجه. نوع الذاكره يو اف اس 4 ما عدا النسخه ال 128 جيجا فبتيجي من نوع يو اف اس 3.1، والرامات من نوع ال بي دي دي ار 5 اكس. بطاريه الموبايل كبيره، بتيجي بحجم 5500 ملي امبير مع دعم للشحن السريع بقدره 100 واط. الموبايل بيشحن من 0 ل 100% خلال 28 دقيقه او نص ساعه. واداء البطاريه ممتاز، خصوصا مع المعالج ده هتقضي معاك اليوم مستريح. ولو كان استخدامك تقيل، العاب مثلا او برامج تقيله، فمن 5 ل 6 ساعات متواصل. الموبايل بيجي باندرويد 14 مع واجهه اوكسجين او اس 15، ودعم لحد 4 سنين تحديثات. بالنسبه للكاميرات فالموبايل جاي بكاميرتين في الظهر، الكاميرا الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وبمستشعر من سوني، السوني ال واي تي 600 بمثبت بصري او اي اس. الكاميرا الثانيه الترا وايد بدقه 8 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.2 وجنبهم فلاش ليد. الكاميرا الاماميه بدقه 16 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 2.4. الموبايل بيصور فيديو بجوده 4K او 1080 بكسل مع 30 او 60 اطار في الثانيه، وبيصور فيديو سيلفي بجوده 1080 بكسل مع 30 اطار في الثانيه. تجربه التصوير بالعدسه الاساسيه في النهار جيده جدا، الوان الصوره مشبعه الى حد ما مع تفاصيل جيده جدا في الصوره، ومفيش حده عاليه، والدايناميك رينج جيد. واجمالا تجربه التصوير بالعدسه الاساسيه في النهار تاخد جيد جدا. الموبايل بيعمل زوم ديجيتال لحد 20 اكس، والصور على 2 اكس كويسه جدا، مفيش فقدان كبير في التفاصيل، والوان الصوره جيده جدا ومشبعه ومفيش حده عاليه مع دايناميك رينج مقبول. وتجربه التصوير مع 2 اكس تاخد جيد جدا. الصور في الليل بالعدسه الاساسيه حلوه جدا، والتفاصيل جيده جدا ومفيش لسعان في الصوره. دايناميك رينج جيد جدا ومفيش حده عاليه. ومعالجه الموبايل للصور في الليل عجبتني جدا. الموبايل مش بيعلي اضاءه بس علشان الصوره تبقى حلوه، لا، الوان الصوره مظبوطه وطبيعيه، والدايناميك رينج مظبوط. والصور في العدسه الاساسيه بالليل تاخد
ممتاز. تجربة التصوير بالعدسة الالترا وايد في النهار، الصورة فيها تشبع الوان كويس جدا، والتفاصيل جيدة ومفيش حدة عالية في الصورة، والدايناميك رينج مقبول، تاخد جيد. وتجربة التصوير في الليل بالعدسة الالترا وايد، الموبايل هيديلك صور بتفاصيل مقبولة مع دايناميك رينج جيد، والوان الصورة مشبعة الى حد ما، تاخد مقبول. تجربة تصوير الفيديو في النهار بالعدسة الاساسية، الوان الفيديو جيدة الى حد ما، والدايناميك رينج مقبول، والتفاصيل جيدة في الفيديو، وياخد جيد. وتصوير الفيديو مع المثبت البصري، الالوان مشبعة حلو جدا، ودايناميك رينج جيد جدا، وتفاصيل ممتازة، وياخد جيد جدا. وركز كويس في جزئية المثبت البصري دي عشان في عيب هقوله في جزئية العيوب. تجربة تصوير الفيديو في الليل عجبتني جدا بصراحة، الوان الصورة مشبعة كويس جدا، والتفاصيل ممتازة، ومفيش حدة عالية في الصورة، والدايناميك رينج جيد، وتاخد جيد جدا. تجربة تصوير الفيديو بالعدسة الالترا وايد هتاخد تجربة كويسة جدا، بتشبع الوان جيد جدا، ودايناميك رينج جيد، مع تفاصيل ممتازة، ومفيش حدة عالية في الصورة، ياخد جيد جدا. تجربة التصوير السيلفي، الوان الصورة مشبعة كويس جدا، والتفاصيل جيدة، والدايناميك رينج جيد جدا. وتجربة الصور بالكاميرا الامامية تاخد جيد جدا. وتجربة تصوير الفيديو السيلفي، التفاصيل كويسة جدا، والالوان مشبع كويس، والدايناميك رينج مقبول، وتاخد جيد. الموبايل جاي بصوت استيريو عالي وواضح، وهتاخد تجربة ممتازة خصوصا في الالعاب. شبكات الموبايل ممتازة، حتى لو مكانك ما فيهوش شبكة ما تقلقش من الموبايل. والموبايل بيشيل شريحتين اتصال. الموبايل داعم للواي فاي 6 وبلوتوث 5.4. الموبايل داعم لاغلب المستشعرات اللي هتحتاجها زي ال NFC والاي ار بلاستر علشان تقدر تتحكم في الاجهزة اللي عندك، وجيروسكوب وبوصلة ومستشعر التقارب هاردوير. علبة الموبايل بيجي فيها الموبايل محطوط عليه سكرينة بشكل مسبق، شاحن بقدرة 100 واط، وسلك الشحن من تايب A لتايب C، وجراب شفاف، ودبوس الشريحة، وكتيبات التعليمات. وخلي بالك عشان النسخة الأوروبية من الموبايل ده مش بيجي معاها الجراب ولا الشاحن، تقريبا بيجي سلك الشحن بس ودبوس الشريحة. ونخش في العيوب. الجزء اللامع في ظهر الموبايل بيلم بصمات بسهولة جدا. هيكل الجسم الألمونيوم ده ممكن يأثر على شبكة الموبايل، ده غير انه سهل الخدش. مفيش مدخل 3.5 مللي. بروز الكاميرات مش عالي قوي، لكنها برضه معرضة للخبطات بسبب ان كل كاميرا لوحدها ومفيش اطار يحميهم. كمان لو حبيت تحط الموبايل على ظهره فالكاميرات ممكن تتجرح او تتخدش، فغصب عنك هتحتاج تركب الجراب. حماية ضد الماء مش اعلى حاجة، IP65 مش 67. مفيش دولبي فيجن في الشاشة. مفيش كلام عن طبقة الحماية اللي موجودة على الشاشة. موقع واحد شفت انها باندا جلاس، ولكن اشك في صحة الكلام ده، لان حاجة زي كده كانت هتبقى مكتوبة في اي موقع. حتى موقع وان بلس الرسمي مش كاتبين ان الشاشة فيها اوتو برايتنس او مانيوال برايتنس، او ما كنتش تعرف يعني. المعالج بيقلل تردداته بشكل عنيف مع الضغط عليه. في اختبار الثروتلينج اداء الموبايل نزل ل 65% من الاداء الفعلي للموبايل، اللي هو انت هتضغط عليه ليه؟ شغال عند مفيش اي سم، مفيش كاميرا تليفوتو او ماكرو. الدايناميك رينج في العدسه الاساسيه مش مظبوط قوي، بيفتح الاماكن الغامقه بزياده وبيسيب الاماكن الفاتحه زي ما هي، وده هيحسسك ان الصوره عليها غبار او الصوره فاتحه بزياده وحتى مزعجه للعين، وكانت محتاجه تشبع الوان زياده عن كده هتحس ان الصوره بارده. الصوره مع ال2 اكس الالوان بتلسع بزياده حبتين ثلاثه، ونفس مشكله الدايناميك رينج اللي مش مظبوط، والوان الصوره مش مظبوطه قوي. الصور بالعدسه الالترا وايد في النهار فيها لسعان بشع في الاماكن الفاتحه، مفيش غير لون السما بس تقريبا اللي مظبوط ومش قوي كمان، والدايناميك رينج مش مظبوط. الصور بالليل في العدسه الالترا وايد الدايناميك رينج ضعيف، والتفاصيل قليله لدرجه ان الصوره فيها زغلله، خصوصا لو زومت شويه في الصوره، والوان الصوره لاسعه شويه وسايحه على بعضها. تصوير الفيديو على جوده 4K بالكاميرا الخلفيه الاساسيه، مفيش تثبيت بصري ولا الكتروني ولا اي بنود، والفيديو فيه لسعان بطريقه بشعه وحده عاليه في الصوره، وجوده الصوره تقرف. الميزه الوحيده انه فيه 4K مع 60 فريم بس. لما بتفعل المثبت البصري مع جوده ال 1080 بكسل مع 30 او 60 اطار في الثانيه، هتلاحظ ان جوده الفيديو احسن بكتير من 4K، وانا مش عارف ليه اهتموا قوي بمعالجه الفيديو على جوده ال 1080 بكسل بالطريقه دي. الفيديو فعلا احسن بال 1080 بكسل عن ال 4K. تصوير الفيديو بالعدسه الالترا وايد التفاصيل كانت محتاجه تتحسن اكتر، وفي لسعان شويه في الاماكن الفاتحه، والدايناميك رينج مش احسن حاجه، وهتحس الصوره باهته شويه، لكنه ما زال احسن بفرق حلو عن جوده ال 4K الموجوده في العدسه الاساسيه. في عيب كمان افتكرته دلوقتي وانا بصور، نسيت اكتبه من ضمن العيوب، وهو ان اعلى زوم للموبايل 20 اكس بس، وطبعا بعد ال 2 3 اكس الجوده مش هتكون احسن حاجه. الصور بالكاميرا السيلفي الدايناميك رينج فيها ضعيف، وفي لسعان جامد في الاماكن الفاتحه، ولون البشره شاحب مش مظبوط قوي. تصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي اخره 1080 بكسل مع 30 اطار في الثانيه، مفيش 4K ولا حتى 60 فريم مع ال 1080. وتصوير الفيديو بالكاميرا السيلفي التفاصيل مش احسن حاجه، كانت محتاجه تتحسن عن كده، والدايناميك رينج ضعيف، وفي لسعان جامد برضه. مفيش دولبي اتموس، ومش عارف ايه لازمتها الحركه القرعه انهم يخلوا نسخه ال 128 جيجا بنوع ذاكره ابطا اللي هو اليو اف اس 3.1. وليه اصلا؟ ما اسالكم انكم تنزلوا الموبايل بنفس نوع الذاكره في كل الاصدارات. سعر الموبايل للنسخه 256 جيجا و12 جيجا رام ب 22000 جنيه مصري، والنسخه ال 512 جيجا مع 16 جيجا رام ب 25500 جنيه ضمان دولي. واقول لك رايي في الجهاز، الموبايل هيديلك اداء ممتاز بالنسبه لسعره، مع شاشه حلوه جدا لو كنت بتتفرج على محتوى باستمرار، افلام او مسلسلات مثلا، مع خامات نظيفه جدا وبطاريه كبيره وهتكمل اليوم معاك مستريح، ده غير الشحن السريع اللي بيشحنها بالكامل في نص ساعه، فتقدر تقول هو متكامل الى حد ما باستثناء الكاميرات. والموبايل ده هياخد 5 من 10. ولحد هنا نكون خلصنا مراجعه النهارده، اتمنى تكون استفدت منها، واكتب لي رايك في الجهاز تحت في التعليقات. ولو وصلت لحد هنا فاحب اشكرك جدا، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه
وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو او مراجعة جديدة. دوس لايك واشوفك الفيديو الجاي. سلام. بس والله رايق الموبايل ده، حلو قوي في الخناقات، تحدف على واحد تيجي هتشوت في دماغه تجيب اجله.